بعد الانتصار التاريخي الذي حققه المغرب على البرتغال وتحطيم أسطورة رونالدو، جاء الآن الدور للفوز على فرنسا في مباراة وصفها المحللون أنها ستكون تاريخية ولن تنسى من تاريخ كرة القدم. لذا قمنا بعمل مقارنة بسيطة بين إنجازات فرنسا في كأس العالم وإنجازات المغرب حتى تستطيعون أن تتوقعوا من سوف يفوز في هذه المباراة. أولا، المنتخب الفرنسي تأهل لكأس العالم 15 مرة، وقد فاز بكأس العالم مرتان متتاليتان عام 1998 و2018، وحقق المركز الثاني في عام 2006، وكسب بطولة الدوري الأوروبي عام 2021، أي كلها تواريخ متقاربة لنفس الفريق. ثانيا، أما بالنسبة للمنتخب المغربي فقد تأهل للمونديال 6 مرات، وهو أول منتخب أفريقي يحصل على 7 نقاط في دوري المجموعات، وأول منتخب عربي يتأهل إلى ربع النهائي، وأيضا أول منتخب أفريقي وعربي يتأهل إلى نصف النهائي. ويعتبر المدرب وليد الركراكي أول مدرب أفريقي وعربي ومغربي يصل إلى ربع ونصف النهائي. أما بالنسبة لتصنيف الفيفا فاحتل المغرب المركز 14 عالميا، واحتلت فرنسا في تصنيف الفيفا هذا العام المركز الرابع، وحصلت فرنسا على 6 نقاط بفوز مباراتين وخسارة بمباراة واحدة. وبالنسبة للمغرب فقد حصل على 7 نقاط بفوزه لمباراتين وتعادل بواحدة. فصحيح أن إنجازات فرنسا على الصعيد الكروي ولا يمكن إنكارها، ولكن إن لاحظنا هذه المقارنة نجد أن جميع إنجازات فرنسا تعتبر قديمة بعض الشيء. أما بالنسبة للمنتخب المغربي فكلها إنجازات تحققت في هذا العام، أي أن الكفة ترجح فوز المنتخب المغربي على المنتخب الفرنسي ووصوله للمباراة النهائية والفوز إن شاء الله بكأس العالم.